السلام عليكم. مفيش أحلى من كوباية عصير ليمون بالنعناع ترطب علينا في الجو الحر ده. النهاردة هنعمل عصير ليمون بالنعناع بتاع الكافيهات بمقادير اقتصادية جدا وموجودة في كل بيت، وهيطلع أحلى وأجمل من بتاع الكافيهات مليون مرة. يلا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وما تنسيش تفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار منا بكل جديد. اول حاجة هنعمل سيرب النعناع او شربات النعناع. معانا كوباية الا ربع من المية، عليها كوباية من السكر، والكوباية اللي بعاير بيها المية هي نفس الكوباية اللي بعاير بيها السكر، مج الشاي اللي متوفر في كل بيت. بعد من كده بقلب السكر مع المية كويس جدا. انا مش عاوزة السكر يدوب كلية، انا بس بديله تقليبة بسيطة. بعد من كده برفع السيرب بتاعي على النار، والنار بتاعتي هنا هي نار متوسطة. بعد من كده بقلب السيرب بتاعي تقليبة واحدة بس، وبعد كده بسيبه لحد ما يغلي. مجرد ما السيرب بتاعي بيغلي وبيطلع فقاقيع بالشكل دوت، بجيب نص كوباية من اوراق النعناع المغسولة والنضيفة وانزل بيها على السيرب بتاعي. بقلب النعناع كويس جدا مع السيرب واسيبه يغلي لمدة 3 دقايق. انا عايزة كل الفليفر بتاع النعناع ينزل في السيرب، علشان هو ده التست اللي هعتمد عليه في العصير بتاعي. بعد من كده بجيب لون غذائي مصرح بيه اخضر، جل او بودر المتوفر عندك استخدميه، وباخد منه معلقة صغيرة واقلبها في السيرب. بعد من كده باخد شوية في المعلقة واشوف اللون دوت ده اللي انا عاوزاه، ولا اللون ده خفيف ازوده شوية. الحاجة دي بترجع لك انتي. انا هنا لقيت ان اللون فاتح فزودته كمان حاجة بسيطة جدا، وخليكي حريصة جدا لان النقطة منه بتبقى شديدة جدا. حاجة بسيطة جدا هزودها. بعد من كده هرجع اقلبه تاني واسيب السيرب يغلي مع النعناع واللون الغذائي لمدة 2 دقيقتين فقط. شايفين؟ هو ده اللون اللي انا عاوزاه، اللون الاخضر الجميل. شايفين الجمال؟ هو ده اللون اللي انا عاوزاه. بسيبه يغلي لمدة 2 دقيقتين فقط لا غير. وبعد من كده بنزل السيرب بتاعي من على النار واسيبه لحد ما يبرد تماما. بعد من كده بكون مجهزة اي برطمان عندك او اي علبة او اي شيء، ولازم يكون معقم، يعني حطاه في الميكروويف لمدة نص دقيقة، او تحطيه في ميه مغليه لمده 2 دقيقتين. بعد من كده بتطلعيه تنشفيه كويس جدا، وبعد من كده بتحطي فيه السيرب بعد ما تصفيه بالمصفى زي ما احنا شايفين. بعد من كده بتغطي السيرب بتاعك وبتعينيه في التلاجة، وبكده بيكون معاكي سيرب النعناع جاهز تعملي بيه عصير النعناع في اي وقت. شايفين اللون؟ شايفين القوام؟ بعد كده بحتفظ بيه في التلاجة لأي وقت الاستعمال. بعد من كده بجيب ليمون علشان نعمل عصير الليمون بتاعنا. انا هنا جبت الليمون الاخضر البلدي بتاعنا. وبعد من كده بجيب طبق علشان اعصر فيه الليمون. انا عايزة اعمل عصير الليمون بدون قشر وبدون اي بذور، فهقطع الليمون زي ما احنا شايفين وابتدي ان انا اعصره في الطبق بالعصارة. كمية الليمون هنا بتعتمد على كمية المية اللي انت هتستخدميها. انا هنا هستخدم 3 كوبايات من المية، استخدمت لهم 5 ليمونات كبار. بعد من كده ببتدي ان انا اقطع الليمون بتاعي واعصره بالعصارة زي ما احنا شايفين. هنا خلصت كل عصير الليمون بتاعي، وده شكل عصير الليمون بعد ما جهز معانا. بعد من كده بجيب شفشق الخلاط وبحط فيه 3 كوبايات من المية، وكمية المية هنا براحتك، بتقدري تحطي الكمية اللي انت عايزاها. انا هنا عملت 3 كوبايات، استخدمت 3 كوبايات من المية. كل كوباية مية بستخدم لها معلقة كبيرة من السكر، والسكر هنا حسب الرغبة، لو انت عايز سكر اكتر بتزودي، سكر اقل بتقللي، دي حاجة ترجع لك انت للذوق الشخصي. بعد كده بنزل بعصير الليمون اللي انا جهزته واضربه في الخلاط، وبكده يبقى عندنا عصير الليمون بتاعنا جاهز.
بعد كده بجيب الكوبايات بتاعتي واحط في كل كوبايه معلقتين كبار او 3 من سيرب النعناع بالشكل ده. بعد من كده بجيب تلج مجروش واحطه فوق السيرب. كل كوبايه بحط لها تقريبا 3 أو 4 معالق من التلج المجروش. بعد من كده بجيب شرايح من الليمون وبزوق بيها الكاس بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. بعد من كده بنزل بعصير الليمون بتاعي وابتدي ان انا ازين الكاس بتاعي بشرايح من الليمون واوراق النعناع الخضراء. بعد كده بحط الشاليمو بتاعي، وبكده يبقى عندنا احلى عصير ليمون بالنعناع زي بتاع الكافيهات واحلى كمان. شغل فاخر من الاخر. ايه رايك في الجمال؟ عملنا شغل الكافيهات، عصير ليمون بالنعناع بمكونات موجودة في كل بيت ومكلفناش اي شيء، وعايزة اقولك ان طعمه احلى من بتاع الكافيهات مليون مرة. اتمنى انكم تجربوه وان شاء الله ينال رضاكم وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. في رعاية الله. سلام عليكم. باي باي.